بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. النهارده ان شاء الله عشان الناس المحتاره واللي مش عارفين يعملوا ايه، هقارن لكم بين كنود اللي عندي وبين جانو، وهقول لكم كمان اديسون لما رحت شفتها عجبتني ولا لا، وايه مميزاتها وايه عيوبها. دي عجانة جانو، خلاص جايباها من ماي مارت ب 299 ريال، نازله اكتر من 200 ريال، يعني هي كان ثمنها 500 وشويه. اول حاجه الميزه فيها ان هي من 1200 واط، فطبعا قويه وهتعجن كويس وهتبقى كويسه في الحاجات التقيله. تاني حاجه ميزه فيها الوعاء بتاعها كبير 7 لتر، اكبر من كنود اللي عندي كان 5. تالت حاجه طبعا هي 6 سرعات، مع السرعه اللي هي بتبقى عكسيه دي، فيعتبروا 6 سرعات، والسرعه دي انتي بتفضلي ماسكه الزرار وانتي مشغلاه. هنا في 3 ادوات للخفق هنشوفهم مع بعض، وكلها طبعا بتتفصل، وفي اضاءه، وفيها ارجل بتثبتها في الرخام. اول حاجه العجان بيجي بالشكل ده، خلاص بيبقى معاه الغطا بتاعه ده اللي هو بيمنع السوائل انها تطلع بره الاناء، ومعاها ده بتاع العجن. وطبعا انت لما بتحطي غطا المانع لخروج السوائل بره، هتلاقي الزرار ده مايل كده، يعني مش هيرجع مكانه خالص، فما تقلقيش. انت عايزه ترفعيها هتعملي كده. الغطا ميزته ان هو ليه زي بروز كده او زي مسامير كده بتتثبت في اخرام هنا، فدي برضو حاجه كويسه مش موجوده. الكنود شويه بيتلف كده، هوريهولكوا برضو. تاني حاجه من الملحقات موجود معانا المضرب السلك او البالونه. الميزه فيه ان انا لما شفت عجانات يعني من كذا ماركه كان ده ضعيف وكان السلك بتاعه رفيع. هنشوف السلك بتاع الكنود. بصوا هي تقريبا واحد، بس هنا السلك اتخن شويه، ودي مدوره شويه، دي اكبر واطول، عشان طبعا الوعاء مختلف واكبر من الوعاء ده. عندنا هنا ده سلاح التقليب في الكنود، سوري، وعندنا ده سلاح التقليب في جانو. طبعا بتاع كنود اتخن شويه واتقل، لكن بتاع جانو اكبر ومفتوح اكتر، فممكن برضو طبعا عشان الوعاء اكبر، لكن الميزه برضو فيه ان هو متين قوي. هقول لكم ليه انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي. عندنا هنا العجن ده اللي هو بتاع كنود، دراع العجن، وهنا برضو بتاع جانو، الاتنين تقريبا واحد في السمك وفي الشكل. هنا بس بتاع جانو اطول شوية لان زي ما قلنا الوعاء اكبر. كنود بقى بيختلف، بيديكي السلاح ده اللي هو السيليكون بتاع التقليب، فده بيمسح شوية العجانة، فده ميزة في كنود، لكن طبعا ما بنحتاجوش في كل وقت، فالثلاث اسلحة كفاية جدا. طيب هنعمل ايه كمان؟ ده علشان تقفليه لازم تضغطي الزرار لتحت خالص كده وبعدين تقفلي، ما ينفعش تفتحي نص كده وبعدين تفتحي، هتحسي باحتكاك. لازم تعملي خالص كده، هيطلع معاكي بمنتهى السلاسة. عايزة تقفلي نفس الموضوع. هتلاقي بقى 5 سرعات. اول حاجة هنعملها كده، هتلاقي ده اللمبة بتنور جوه الوعاء عشان تبقي شايفة فيه ايه. دي السرعة التانية. انا عايزة بس اركب لكم دي علشان احسسكم بالاهتزاز او بالصوت. اول حاجة بتحطيها كده وتلفيها الناحية دي، فبتلاقي الدراع مسك معاكي عادي، ولما تيجي تشيليها بتلفيها الناحية التانية اهو. ركزي مع الصوت لاني هسمعك الصوت بتاع كنود عشان تعرفي دي صوتها عالي ولا لا. دي السرعة الرابعة. دي السرعة
5. زي ما انت شايفه كده العجانه ثابته ما شاء الله، بسبب الكاوتشوك اللي تحت او الحاجات اللي بتثبت تحت الجلد، القواعد الجلد اللي بتثبتها دي السرعه الثابته. دي السرعه الثابته. لو محتاجه تقلبي حاجه على السريع بتمسكيها كده، يعني محتاجه تقلبي دقيق مع خميره مثلا لازم تمسكي الزرار عشان خاطر تقلب. خلاص شفنا الجانو وشفنا صوتها وشفنا كمان وهي بتدور عشان تعرفي صوتها كويس. دلوقتي هسمعكم كنود عشان تعرفي لو في فرق في الصوت في الاهتزاز وتعرفي هي كويسة ولا لا. دي عجانة كنود. طبعا دي اول الحاجات اللي انتجتها كنود كانت عندي. طبعا ما بقاش موجود الشكل ده دلوقتي، موجود بس السيلفر، تمنها بيعدي 2000 ريال. وفي حاجات تمنها 800 ريال بس اللي هي 900 واط اللي انا صورتها لكم في فيديو امبارح، 900 واط بس، فهتبقى ضعيفة. وكمان الأسلحة بتاعتها كانت ضعيفة. هنا بقى هنجرب الصوت. هي طبعا ما فيهاش حاجة تثبتها من تحت زي التانية لكنها تقيلة، فده بيعوض موضوع الاهتزاز وهي بتتحرك. خلاص هنا طبعا في المؤشر ناحيتي الناحية التانية اهو. دي اول سرعة، اسمعي الصوت عشان تعرفي تقارني. ده صوت الكنود، فرق بسيط جدا بينها وبين الجانو في الصوت. كنود اهدى سنه لكن الاثنين يعني ما شاء الله تبارك الله نفس القوه. ده الزرار العكس في كنود. الفرق ان الزرار ده انت لما بتلفيه كده بيشتغل شويه لوحده ويقف، وبعد شويه يشتغل شويه ويقف، لكن التاني لازم تفضلي ماسكاه. خلاص ده الفرق. سعة الوعاء هنا أقل من سعة الوعاء في جانو، أصغر. ده وعاء الجانو وده وعاء الكنود. الجانو أكبر. خلاص طيب السعر بقى عشان بس ما نطولش اكتر من كده. السعر انا كنت جايبه الكنود دي وكانت في عرض، مش فاكره والله، كانت ب 1300 ريال او ب 1200 1500 يعني حاجه في الحدود دي، لانها بقى لها اكتر من 8 سنين او 9 سنين، يعني بقى لها كتير. دلوقتي طبعا تمنها زاد قوي كنود. لو حاجه تقيله وحاجه سرعتها حلوه هتلاقيها مش اقل من فوق 2000 ريال. خلاص لكن كنود 800 ريال اللي انا صورتها لكم لا سرعتها يعني مش قويه زي الكنود دي بتاعت زمان دي، وزي الكنود دلوقتي السيلفر الكبيره اللي هي ثمنها بيعدي 2000 ريال، او بيبقى ساعات على عروض ب 1000 وشويه، يعني 1800 1700 كده يعني. طبعا الكنود اللي هي ب 800 ريال الاسلحه بتاعتها مش قويه قوي. طبعا كنود دي معاها برضو واحد زي ده بس انا نسيت اجيبه. واللي بيسالوني على اديسون، اليوم اللي انا رحت فيه ماي مارت عشان اجيب جانو، طبعا انا صورتها بالليل وكانت موجوده، وعلى ما فكرت طب انا عندي عجانه اجيبها ليه ومش عارف ايه، تاني يوم قلت خلاص لا انا هجيبها، لاني انا محتاجه عجانه هنا ومحتاجه عجانه لما بنزل اجازه في مصر، فيعني اعمل بيتزات اعمل حلويات كده. فالمهم قررت ان اجيبها لان ثمنها 299 ريال، يعني حاجه رخيصه جدا. فقلت هودي كنود مصر وهسيب جانو هنا عشان
تفضل معايا. المهم رحت ما لقيتهاش، رحت فروع السيف، قلت جانو السيف هتبقى في السيف، ما لقيتهاش في السيف كله، في فرعين يعني. وكمان البنت قالت لي لا احنا ما بتجيش عندنا جانو، جانو تقريبا بتروح لمحلات تانية، مش عارفه ايه السبب. لكن لقيت هناك اديسون، قعدت تقنعني بالاديسون. فانا بصراحه مش من النوع اللي بقتنع بكلام البياعين، بقتنع باللي شايفاه عينيا. شفت الاديسون، شفت الاسلحه بتاعتها، سلاح العجن رفيع جدا، ده رفيع جدا، حسيت انه هيتقطم معايا خلاص. شفت الوات بتاعها لقيته 1000. شفت البالونة السلك دي لقيتها رقيقة وضعيفة، فما اقتنعتش بيها، بالذات ان هي 1000 واط وسعرها كان ضعف سعر الجانو. وكمان جانو انا كنت سامعه ناس كتير جدا بيشكروا فيها، وفعلا لما جبتها وجربتها تبارك الله عجبتني كشكل وكمضمون. فهي دي كانت المقارنة. هتقولي لي اديسون ولا جانو؟ من وجهة نظري هقول لك جانو، وروحي بنفسك وشوفي الاسلحه بتاعه اديسون هتلاقيها تخوف، يعني ممكن تتقطم وهي بتشتغل. اديسون في ناس كمان اشتكت منها، قالت انها جابتها ووقفت معاها بعد اقل من سنه. جانو تبارك الله في سعوديات كتير جدا قالوا انها قعدت معاهم فتره طويله. دي كانت المقارنه، يا رب اكون عرفت اوضح لكم الموضوع وما يعني ما خبتش عليكم اي حاجه. عايزه اقول لك ان العجانه جانو موجوده في ماي مارت، انا جايباها الحد اللي فات بصراحه، والفيديو عملته كذا مره وكان في مشاكل ما عرفتش انشره. فان شاء الله تروحوا ماي مارت هتلاقوها باذن الله، لان كان موجود كميه. وصلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد، ومع الف سلامه.